شئت أم أبيت، كأس العالم هو من خسر كريستيانو رونالدو، وليس كريستيانو من خسر كأس العالم كما يظن الكثيرون. من حي مغمور وعائلة معسورة الحال في ماديرا إلى أسطورة ترتجف باسمها قلوب الملايين وترفع لها القبعة احتراما وتقدير. كيف حول هذا الرجل الضعف إلى قوة القاهرة؟ رونالدو ليس مجرد لاعب مر مرور الكرام، بل هو تمرد صاروخي على المستحيل وانضباط حديدي أذهل البشرية. أسطورة ألهمت أجيالا وأجيال، صغارا وكبارا، عجزا وكهولا. بدأ المحارب رحلته في قميص سبورتينج، ولكن الانفجار الحقيقي كان في مسرح الأحلام. نعم، مع المانيو تحت قيادة السير أليكس فيرغسون واجه إعلاما تمنى سقوطه وانتظر عثراته هنا، فكان الرد قاسيا وصاعقا في الملعب. حصد 9 ألقاب، 9 بطولات، 9 إنجازات جماعية، وسحق خصومه ب145 هدف وصنع 64 أخرى. هنالك رفع كرته الذهبية الأولى في موسم صنفه الكثيرون أفضل موسم فردي للاعب في تاريخ المستديرة. نعم، موسم 2007-2008. ونال الحذاء الذهبي برقم قياسي في ذلك الوقت ب31 هدفا في البريمير ليج، وأطلق صاروخيته ضد بورتو ليتوج بأول جائزة بوشكاش في التاريخ. ثم جاءت الحقبة التاريخية، مرحلة الهيمنة المطلقة في ريال مدريد. تحول رونالدو من لاعب مهاري يبحث عن الاستحراذ إلى ماكينة أهداف لا تنضب عن دك شباك الخصوم. في 438 مباراة صعق الشباك ومزقها ب450 هدف و131 أسيست. قاد الملكي ل16 مجد، ل16 بطولة، ل16 إنجاز جماعي، منها 4 ألقاب من ذات الأذنين الشامخة، دوري أبطال أوروبا. في سانتياغو برنابيو تسيد كوكب الأرض ب4 كرات ذهبية إضافية، وكتب اسما بأحرف من ذهب لن يجرؤ أحد على محوه من ذاكرة ريال مدريد. لم يتوقف الطموح، رحل إلى إيطاليا ليثبت أنه ملك في كل أرض وطأتها قدماه. مع اليوفي سجل 101 هدف و22 أسيست في 134 مباراة، ب5 ألقاب جماعية مع السيدة العجوز